النهارده جايه لكم بفكره عبقريه واتحداكي لو الافكار دي شفتيها قبل كده. حيل وافكار رهيبه جدا وهتوفر عليك فلوس كتيره قوي. هاتي كده صابونه وقطعه من مغناطيس واضغطي عليها كده على الصابونه وحاولي تدخلي المغناطيسيه جوه الصابونه. عايزه اقول لك الفكره دي هتوفر عليك فلوس كتيره جدا. الفيديو مليان افكار كتيره حلوه وان شاء الله تخرجوا مستفاده حتى لو بفكره واحده. لو اول مره بتشوفيني يا ريت ما تنسينيش الاشتراك في القناه، كلمه اشتراك اضغطي عليها وفعلي زر الجرس على الكل جديد يوصلك بشعار ان انا عملت فيديو جديد النهارده. ويا ريت ما تنسيش تقولي لي بتتابعيني من اي بلد. وتعالوا نشوف الافكار اللي في الفيديو، كلها افكار حلوه وهتستفادي كتير وان شاء الله تخرجي مستفاده. وما تبخليش عليا يا ست الكل كده بلايك حلو منك. تعالوا نشوف الفكره اللي معايا ورق استرتش، ودايما بيبقى صعب جدا ان الورق الاسترتش يطلع كده بسهل. بقوم بله ايدي ميه او تبليها زيت زي ما انت عايزه وتقومي مطلعه ورق الاسترتش كده بكل سهوله. معايا بقى الرمود وعايزه اغلف الرمود ده بالاسترتش. عايزه اقول لك فكره دي رهيبه جدا، بتحافظ على الرمود لاخر ثانيه، يعني بيقعد معاك عمر طويل قوي ان انت بتغلفيه ورق الاسترتش. فكره رهيبه قوي وسهله جدا وهتعيش معاكي. عايزه اقول لك الفكره دي اعتمديها عندك عشان بجد هتستفادي منها كتير. ويا ريت شير الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان كلها افكار حلوه وهتستفادي منها. عايزه اقول لك بقى بعد ما غلفت الريموت كده استحاله اولادك الصغيرين بقى يكسروا الريموت، او لو وقع من فوق من تاني دور او من تالت دور استحاله يتكسر. انا مجرباه وهيقعد معاكي فتره طويله جدا بورق الاسترتش اللي انت شايفاه ده. بجد الورق الاسترتش مش استفاده منه حاجه تغليف الطعام بس، لا ده ليه استفاده كتيره قوي. وان شاء الله اعمل لكم فيديو كامل على ورق الاسترتش. دي اول فكره معايا. هاتي بقى قلم كحل كده وهاتي ولعه وتعالى اقول لك بقى احنا هنستفاد ايه بالفكره دي. تقومي جايبه القلم الكحل كده عندك ناشف ومش مش بيعلم كويس او مش بترسمي بيه العين حلو. تقومي جايباه ومولعه كده عليه النار كده تمشي يمين وشمال زي ما انت شايفه كده. هيقوم عامل معاك وسايح معاك ويبقى زي المرهم كده. مهما كان سعره مهما كان رخيص او غالي اعملي بالفكره دي لو ناشف معاكي قلم الكحل. فكره جميله جدا وفكره اعتمديها عندك. تعال نشوف الفكره معايا بقى. انا عايزه اخزن بسله وما عنديش اكياس وما عنديش ورق مثلا من العلب البلاستيك اللي انتوا شايفينها دي. هقول لك على فكره رهيبه جدا، يعني ما عنديش انا العلب دي مثلا، انا ما عنديش العلب دي وما عنديش اكياس. هقول لك على فكره حلوه. هاتي ازازه الميه زي ما انت شايفه كده وابتدي بقى حوشي الورقه منها وابتدي قصي الجزء اللي من فوق مش من النص، الجزء اللي من فوق كده ابتدي اعمله بس زي غطا كده وابتدي اقص الجزء اللي من فوق اللي انت شايفاه ده. وابتدي بقى اعبي البسله وتخزنيه في مكان مش هياخد منك يعني مساحه كبيره قوي في الفريزر. وهتبقى تحتفظ بالبسله وبلونها وبشكلها وبطعمها ولا هتكرمش معاكي ولونها هيفضل اخضر زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك فكره رهيبه. ويا ريت ما تبخليش عليا باللايك لو افكاري عجبتك، ما تبخليش عليا باللايك يا ست الكل حلو منك كده عشان ترفعي الفيديو لاكبر عدد. ولو انت مشتركتش في القناه تشتركي تنوري قناتي. ويا ريت تقولي لي بتتابعيني من اي بلد. بقى هحاول اقصقص الجزء اللي من تحت زي ما انت شايفه كده بالمقص عشان اوسع ويبتدي يبقى غطا كويس معايا او يضغط عليه جامد يقوم نازل بكل سهوله ما يصعبش عليكي ان انت تقفلي الازاز. عايزه اقول لك فكره رهيبه جدا جدا اعتمديها عندك وشيريها لحبايبك واصحابك عشان هتستفادي منها كتير. شايفين بجد هتحتفظ بالبسله لاخر بسلايه وتقعد معاكي من سنه للسنه. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي معايا. انا معايا غطا ازازه زي ما انت شايفه كده. هبتدي اخد الجزء اللي من تحت كده اعمله زي يعني من الناحيه دي هقصه من الناحيه دي هقصه زي ما انت شايفه كده. تشوفي جزء بسيط كده ومن الناحيه التانية بنفس النظام هقوم عاملاها جزئين كده زي ما انت شايفه. يعني هفضي فراغ من فوق وفراغ من تحت كده واجيب اللزق اللي دبل فيس ده مش غالي، ده حوالي ب15 جنيه. هاخد جزء بسيط منه كده وابتدي الزق في ظهر الغطا اللي انتوا شايفينه ده. غطا ازازه يا جماعه. عايزه اقول لكم دي فكره رهيبه قوي بجد جميله قوي وهتوفر عليكي كتير جهد واي حاجه. تعالوا شوفوا بقى الفكره دي. هنروح بقى على ناخد الغطا ده كده ونسويه الاول ونقوم رايحين بيه على الحمام وهنشوف هنعمل بيه ايه. هبتدي بقى الزقها كده جنب الحوض واقوم حاطه فرشه اسنان زي ما انت شايفه كده على حوض على اللي جنب الحوض كده على طول على السيراميك. واقوم جايبه الفرشه زي ما انت شايفه كده تتلزق معايا. فرش اولادك بقى فرشه اي فرشه انت حابه تعلقيه. معايا علبه الايس كريم دي بقى انا مش عايزه الجزء اللي من تحت ده خالص، انا عايزه الغطا اللي من فوق ده. هعمله بفكره رهيبه يعني حاجه كده بجد فكره عبقريه. هقوم ماسكه بقى مفك كده مش هعمل بمسمار عشان ايدي ما تتلسعش وابتدي اخرم. عايزه اعمل خرام كتيره قوي في الغطا. هبتدي زي ما انت شايفه كده اسخن كل شويه اسخن المفك وارجع اخرم فيها خروم كتير زي ما انت شايفه كده. اقول
لك بقى الجزء اللي احنا عايزينه اللي احنا بنعمل فيه ده الخروم الكتيره دي احنا هنستخدمها في ايه؟ هتستخدمها في فكره دلوقتي هتريحك كتير. اخد الغطا ده زي كده زي ما انت شايفه واروح بيه على حوض المطبخ، واقوم حاطه كده واقول لك بقى انسى اي حاجه تتساقط في الحوض. يعني حتى الميه وهي نازله اهي زي ما انت شايفه بتنزل بكل سهوله، ولا الغطا يتحرك ولا يمين ولا شمال. شايفين بجد يعني فكره حلوه قوي. واعتمد بقى نشوف الفكره اللي معايا دي، فكره جميله جدا جدا وهتعتمدوها عندكم بجد اكيد، يعني فكره هتعجبكم قوي. انا معايا ازازه ميه، بدل ما ارميها ازازه الميه الصغيره دي بقوم جايباها وقص الجزء اللي من فوق كده، واقوم شايله الورق بتاعتها واقوم قص الجزء اللي من فوق زي ما انت شايفه كده الحجم بالظبط والمقاس، وهجيب ازازه بنفس الشكل ونفس المقاس ونفس الحجم، واقوم برضو قصه كده نفس المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس هاخد الجزء اللي من تحت، يعني الجزء المقعد اللي من تحت ده اللي هاخده، مش هاخد الازازه من فوق كلها، لا انا هاخد الجزء اللي من تحت بس، لان انا عايزه اخليه عباره عن غطا بس، يعني مش عايزه الجزء كل اللي انت شفتوه ده، لا انا عايزه حوالي 5 سم بس كده من القاعده اللي من تحت كده بتاعت الازازه التانية. وابتدي بقى اجيب اي بقوليات عندك، عدس بجبه، عدس اصفر، اي حاجه عندك محطوطه في كيسه، هتبتدي تعمله منظم من ما فيش، منظم ببلاش. تقومي حاطه بقى العدس كده في الازازه وتغطيها بالجزء الصغير اللي احنا عملناه، حوالي كده 10 سم كده او 15 سم من الجزء اللي فوق كده المقعد اللي من تحت كده، وابتدي اعملها غطا للجزء اللي احنا عملناه. بيبقى غطا بسيط وحلو وبيلم معاك اي بقوليات انت عايزاها. تعالوا بقى نشوف الفكرة الأساسية بتاعت الفيديو، ان انا معايا صابونة، وعايزة اقولك بقى لازم تعملي الفكرة دي. معايا صابونة وهبتدي بقى معايا قطعة من المغناطيس دي بلاقيها في لعب الأطفال، لعبة قديمة كده عندك، وابتدي بقى يعني احفر كده واعمل لها مكان في الصابونة، واضغط بايدي كده على المغناطيس تدخل لجوه، بحيث ان انا لما اجي يعني استخدمها تفضل معايا لاخر لحظة، واجي على عمود الدش كده زي ما انت شايفة وتتلزق معايا، مش هتهدر معايا وتوفر معايا يعني وهتقعد معايا لاكبر فتره ممكنه. معايا بقى ازازه ميه او ازازه فيروز زي ما انت شايفه كده، او ازازه بيبسي، اي ازازه عندك. اقوم شايله بس اللزق اللي عليها كده زي ما انت شايفه، وابتدي اجيب قطر او سكينه، وعايزه الجزء اللي من فوق، انا يعني محتاجه الفيديو المره دي الجزء اللي من فوق. هبتدي اخد الجزء اللي من فوق زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك بقى الجزء اللي من فوق ده هنعمله حاجه كده مش هتتوقعيها. لو انت ما عندكيش قمع ممكن تستخدميه كقمع في اي حاجه في المطبخ، حاجه كده من ما فيش، وتعملي قمع كده في مطبخك، بجد طريقه حلوه جدا. هقول لك بقى على الجزء بقى التاني، احنا هناخد برضو جزء منها تاني كده، دي بقى اعملها قطاعه للحلويات، او ممكن تستخدميها في سلك زي ما انا هعملها دلوقتي. ممكن اعملها كده لمي بيها السلك، سلك خلاط، سلك كاتل، سلك مكنه، سلك اي كهرباء عندك، بدل ما يبقى مكركب لك الدنيا. عايزه اقول لك ان دي طريقه حلوه قوي للم السلك، وهتحسي ان الدنيا كده مترتبه معاكي ومنظمه، بدل ما بيكون السلك مرمي كده ومتبهدل، لا الطريقه دي حلوه جدا من جزء من الازاز. تعالوا نشوف الجزء بقى اللي احنا طلعناه ده. هقوم جايبه كده كيس دقيق او كيس اريال او اي كيس، وابتدي اقفله بالطريقه دي، اقوم مدخله جزء. عايزه اقول لك احنا بنعمل كده ليه بقى؟ مش هيهدر معاكي دقيق او مش هتعمل اي اتساخات حوالين الكيسه. هتجيبي استك زي ما انت شايفه كده وتقومي حطاه في الازازه. وعايزه اقول لك بقى هتقدري